السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات بسيطة مع أم البنات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نقدم معكم اللحم الغنمي في الكوكوط بلا ما بلا زيت، مرافق شلاضة اللي بغيتي واللي حبيتي نتيا معاه. كيجي فتي، تيجي بحال الشوا بطريقة بسيطة وسهلة، دغيا تيوجد بلا تعب، بلا بصله، بلا شلاضه، بلا حتى شي حاجه. كنتمنى انها تعجبكم الوصفه وكنتمنى انكم تجربوها لان كيجي زوين. وما تنساوش تدعموني وشكرا. خدينا هنا واحد الكميه ديال اللحم، تبقى اختياريه على حساب نتي والجهد ديالك. انا خديت هنا طريفات ديال الضلوع وطريف ديال الفخذ وطريف من العنقره، تيكونوا ماشي مكونجلين، يعني خرجناهم ليله من قبل من الكونجيلاتور اولا كتجيبيه من عند الجزار. تيكون مطلوق، تيكون تديري فواحد الشبيكه حتى كيتسقطر من الماء مزيان، يعني ما يكون فيه لا ماء ولا غسلتيه ولا شي حاجه. صافي وكنشدو غنديروا ليه الاقامه ديالته باش من بعد كناخذوا الاقامه ديالنا اللي هي قزبر حبوب تيكون مطحون، واحد المعلقه تقريبا ونص، الكمون واحد المعلقه كبيره، كنديروا شويه ديال الملحه والضمه ديال الزعفران. بالنسبه للملحه ما كنكثروش الملحه، حيت الضمه ديال الزعفران عندنا فيها الملحه، كنتفاداو اننا نكثروا الملحه. كنفرت هذيك الضمه ديال الزعفران وكنخلطها مزيان مع الكمون القزبر الحبوب والملحه. هو تيبقى الكميه على حساب انت شحال ديال اللحم عندك. الا عندك اللحم بزاف كتديري كونتيتي ديال الاقامه بزاف، كانت عندك هي قليله كديري هي قليله، يعني نص ضامه ديال الزعفران مع نص معلقه ديال القزبر حبوب مع نص معلقه على حساب الكميه اللي عندك. كناخذ اللحم ديالي وكنحاول نحك ليه هذيك الاقامه مزيان ونستو في الكوكوط ديالي، ما فيها لا ماء ولا زيت، راه شفتوها ناشفه الكوكوط ما فيها حتى شي حاجه. كنحاول انني ندخل هذيك الاقامه مزيان في اللحم ديالي من جميع الجوانب ديالو، كنهز من التبصيل ونحك ليها مزيان. هنا انا ما يعني صايبته وفي نفس الوقت نصبته ديك الساعات ما خليتوش. بامكانك انك تشديه وديريه في الليل وديري ليه الاقامه ديالته وتخليه يبات الليل كامل في الاقامه، تيجي ألذ اكثر. تيشرب هذيك الاقامه ديال القزبر حبوب والكمون تيشربهم مزيان حتى لغد ليه ان شاء الله. كتنوضي الصباح كتنصبيه سواء الصباح ولا في العشيه. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل اللحم ديالي كامل، كندخل ليه الاقامه كامل. هو راه ناشف، راه ما فيه لا ماء لا حتى شي حاجه، خصو ما يكونش فيه الماء باش ما يطلقلياش الماء بزاف في وسط الكوكوط. من بعد ما نكمل اللحم ديالي كامل كنديرو في الكوكوط او ما فيه لا ماء لا زيت، ناشف غير الحيمه بوحدها، كنقادها مزيان. انا قلت لي اللي عندها الوقت بامكانها انها تخليه حتى واحد ساعتين 3 سوايع او تبيتو ليله كامله، ماشي مشكل، ما غيطرى ليه حتى شي حاجه. تبيتو ليله كامله ويبقى حتى الغد ليه عاد يمكن ليها تنصفو. انا هنا حيت عندي الوقت ضيق ما قدرش باش نخليه كيف ما شرملته كيف ما درتو تيطيب، ما خليتو حتى ساعه حتى نص ساعه، كيف ما شرملته كيف ما درتو تيطيب. هو طاب ليا هنايا، هبط اللحم الحمد لله طاب مزيان. كاينه شويه ديال الدخان ديال الكوكوط داكشي علاش ما بانش، ها هو بان هنا مزيان. اللحم تيجي فتي، تيجي طايب مزيان. بالنسبه للمده كتحسبي، كديري الكوكوط كتصفر، ملي كتصفر كتحسبي 45 دقيقه اولا حتى 60 دقيقه حتى ساعه ماشي مشكل. صافي عاد تتقلبيه، لقيتي فيه باقي شويه ديال الماء ممكن لك ترديه، اما بقيتيش فيه لقيتيه طاب ومجا مزيان صافي كطفي عليه. انا قدمته هنا مع شلاضه
شلاضه ديال البطاطا وخيزو، شلاضه ديال البصله مطيشه عاديه مغربيه، زعلوك. يمكن تقدمي مع ما بغيتي، مع الزيتون، مع اي حاجه. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم، وكنتمنى انكم تجربوها. كنشكركم بزاف الى وصلتوا حتى لهنايا. ما تنساوناش بلايك وتعليق واشتراك باش يوصلكم كل جديد. وجربوا الوصفه، كتجي زوينه، كتجي رائعه، كتعجب الصغير والكبير. بصحتكم وشكرا بزاف.